كمان تعرض الى الاعتداء اكثر. مثلا وائل نوار تم الاعتداء عليه، جريتا هذه الناشطه السويديه في البيئه تم الاعتداء عليها وتم جبرها على ان تدخل بالعلم والعلم الاسرائيلي الى جانبها. عندما تم رفع شعارات في وجه التكفير تم خطف مجموعه 4 أو 5 واخراج من الرصيف. يعني هي المعامله الكل تقوم على الاعتداء، لكن الاعتداء قد يختلف من شخص الى اخر، ولكن المهم ان المشاركين كانوا صامتين. 20 نواحي زنزانه راكبين على القاعه، خندق لقدام وخندق لقدام، ماكله حشاك حتى حيوانات ما تاكلهاش، الماء معناتها في التواليت. هذا اللي عاملونا احنا بيها، يسمى حتى شيء قدام اللي يعرفوا بيها اخواننا في فلسطين. كل ما يكلمونا يقولون انتم حماس ارهاب.